في حي هادي ساكنت شيماء مع جوزها وولادها التلاتة. من بره حياتها شكلها عادي جدا، بيت نظيف، أكل سخن، وولاد دايما لبسهم مهندم ووشهم ضاحك. لكن جوه البيت وفي قلب شيماء في حكاية محدش يعرفها. كانت متجوزة من عصام بقالها 12 سنة. في أول 3 سنين كان في كلام وضحك وباب الشقة بيتقفل عليهم بحب. بس بعد ما جيت أول بيبي بدأت شيماء تختفي شوية بشوية، مش جسديا لأ، روحها اللي اختفت. بقى عصام بيرجع من الشغل يخش الأوضة ينام، مفيش سؤال عاملين إيه، مفيش كلمة وحشتيني، مفيش حضن. حتى في عز التعب شيماء كانت بتحاول تحط لبس جديد ما ياخدش باله، تعمل أكلة بيحبها ياكل ويسيب الطبق من غير كلمة، تعييه وتقوم تطبخ، مفيش تقدير. في مرة جالها دور برد شديد، جسمها كان بيرتعش ومع ذلك قامت تطبخ وتسخن لبس الولاد. دخل عصام البيت شافها ممددة في الصالة، قالها في أكل؟ ردت في التلاجة. قال ما سخنتيش ليه؟ وسابها ودخل. كانت بتكتم دموعها تحت المخدة كل ليلة، بس في الصبح تقوم على صوت المنبه، تحضر الفطار، تحط سندوتشات المدرسة وتضحك لولادها. في يوم بنتها الصغيرة قالت لها ماما ليه دايما ما بتضحكيش؟ ابتسمت شيماء وقالت بضحك بس يمكن مش بتشوفي. البنت ردت أنا نفسي أشوفك فرحانة بجد مش تمثيل. ساعتها شيماء حست إنها مش عايشة، هي مجرد جثة بتتحرك، جثة بتطبخ، بتنظف، بتضحك، بس ماتت من زمان. ورغم كل ده عمرها ما فكرت تسيب ولادها ولا حتى يوم. كل حلمها إنهم يكبروا يبقوا بخير ويعرفوا إنها ضحت عشانهم. وفي مرة سمعت ولادها الكبير بيحكي لزميله في التليفون أمي دي أعظم حد في حياتي، بابا عمره ما حضننا بس أمي كانت الحضن والأمان. الكلمة دي كانت أول وردة تتحط على قبر الروح اللي جواها.